بنحبها قوي ويمكن نتوجع كمان لما بنبعد عنها، لكن هي في البعد عنها. السلام عليكم. كان في 2 اصحاب، واحد رسام فنان كده عنده يعني حس فني فظيع، والتاني على قده. المهم طلعوا مرة فوق السطوح في الروف علشان خاطر يرسموا كل واحد لوحة من الطبيعة. الفنان طبعا رسم لوحة حلوة قوي، وخلص كمان قبل صاحبه اللي هو مش فنان ولا يعرف اي حاجة عن التصوير والفن والحاجات دي. المهم الفنان بص للوحة عجبته قوي، ايه ده، دي حلوة قوي. رجع خطوتين كمان ورا كده، بص للوحة عجبته اكتر، قال ايه ده من بعيد احلى كمان. طب لما ارجع ورا كده تاني، قعد يرجع لحد ما بقى على حافة السطوحة او الروف، خلاص بينه وبين السقوط خطوة. بص له كده صاحبه، قال ايه ده، يا نهار ابيض، انا لو كلمته او زعقت او قلت له حاسب ممكن يقع، يتوتر فيقع. طب اعمل ايه؟ راح واخد الشيء اللي هما بيحطوا فيه الالوان الميه دي، يعني مش عارفه جردل ولا ايه. المهم اخد الجردل ده وراح راميه على اللوحه بتاعته. الفنان اتضايق قوي، قال ايه ده، انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ جري عشان يلحق اللوحه، فقرب قدام وبعد عن حافه السقوط بتاعته. وصله كده صاحبه وقال له انا عملت كده، اللوحه اخسرها مش مشكله بس ما اخسرش صاحبي. قال له هتخسرني ازاي، ده انت كده باللوحه واللي انت عملته هتخسرني فعلا، انت ازاي تبوظها لي؟ قال له لا، انت كان بينك وبين السقوط لحظه، خطوه، كنت هتقع. لو كنت رجعت كمان خطوه واحده بس عشان تتملى بجمال اللوحه، انا اللي انقذتك. ايه ده؟ يعني ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لنا ناس تبعدنا عن حاجه احنا بنحبها قوي، ويمكن نتوجع كمان لما بنبعد عنها، لكن هي في البعد عنها إصلاح لحياتنا. يعني مش كل سقوط ممكن يكون نهاية، لا بالعكس، ده ممكن يكون بداية. ده يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل فيك كده علشان هو رايد لك الأحسن ورايد لك الأفضل. اوعى تزعل على حاجة ضاعت، اوعى تزعل على حاجة راحت. ساعات غصب عننا لأننا بشر بنزعل، وخصوصا لما يكونوا في بني آدمين. الخسارة في البني آدم بتبقى خسارة بتوجع شوية، لكن لما ربنا بيعوض بأحسن منها. يمكن بعده عنك أو بعده عنك، بعده عنك علشان في إصلاح ليكي. يعني ربنا يريد لك حياة أفضل، حياة أحسن. انت ما تستاهليش ده، لا، ده انت تستاهلي اللي أحسن منه. وانت كمان لو لقيتها بعدت عنك او حصل اي موقف او ربنا سخر لك اي حد علشان يعرفك حقيقتها ويبعدها عنك، دي ممكن يكون ربنا رايد لك خير. هي مش تستاهلك، انت تستاهل احسن منها وتستاهل الافضل منها. لو وظيفة مثلا، لو اي شيء بعد عنك خلاص انت مالكش نصيب فيه، ربنا ان شاء الله هيعوض. انت بس خليك مع ربنا وقول يا رب. ربنا قبل ما بيقطع بيوصل، والله بيوصل. ممكن يستنى عليك شوية، يمكن تفوق، ترجع لنفسك، تعيد حساباتك وترتيباتك، تبقى أقوى، أحسن، أنضج، لكن إن شاء الله هيوصل وبأحسن منها كمان. السلام عليكم.